بدأ ابن كثير رحمه الله يذكر بعض البدايات، فذكر أولا يعني بعض البدايات التي حصلت ومن الوفود الذين قدموا إلى مكة وعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة، فلم يعارضوه بالتكذيب، وإنما استحسنوا كلامه واستجودوه، ولم يعلنوا قبولا ولم يعلنوا أيضا ممانعة وتكذيبا. فذكر منهم سويد بن الصامت، ذكر منهم سويد بن الصامت، قال: وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف من الأوس، من قبيلة الأوس من سكان المدينة، قدم مكة فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ماضي على طريقة يتلقى الوفود، كل ما سمع بأحد قدم إلى مكة ذهب إليه وعرض عليه الصلاة والسلام عليه دعوته. فلما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، كان أيضا هو في حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له بعض الحكم. ذكر سويد بن الصامت للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الحكم التي يحفظها مما ينسب إلى لقمان الحكيم، مما ينسب إلى لقمان الحكيم، كلمات من الحكم كان يحفظها سويد، فذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الحكم التي يذكرها سويد، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذا القول حسن، إن هذا القول حسن، وعندي لك أحسن منه، وعندي لك أحسن منه. فبدأ عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام ويتلو صلوات الله وسلامه عليه من القرآن. فقال سويد بن الصامت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القول حسن، إن هذا القول حسن، يعني هذا الأمر الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا القول حسن. ولهذا ابن كثير يقول هنا: فلم يبعد ولم يوجب. فلم يبعد يعني لم يقل هذا كذب أو هذا مثلا مثل ما كان الوفود يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم أيضا يوجب، لم يعلن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المدينة، يعني انصرف على هذه الحال دون تكذيب ودون أيضا إعلان إجابة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقتل في بعض حروبهم، قتل في بعض حروبهم، أي الحروب التي كانت تنشب في المدينة بين الأوس والخزرج وبينهم وبين اليهود. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وكما هو معلوم لدى طلبة العلم، الحافظ قسم الكتاب إلى 4 أقسام، فذكر في القسم الرابع من الإصابة سويد بن الصامت، هذا ذكره في القسم الرابع، وقال ذكره ابن شاهين وقال يشك في إسلامه، وقال يشك في إسلامه. قال الحافظ بن حجر: ذكره بعضهم معتمدا على ما روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه، قالوا: قدم سويد بن الصامت معتمرا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يبعد، وقال: إن هذا القول حسن، ثم انصرف فقتل، ثم انصرف فقتل. فكان رجال من قومه يقولون: إن لنراه مسلما، إن لنراه أو لنراه مسلما، أي نظنه مسلما. قال الحافظ بن حجر: فإن صح ما قالوا، فإن صح ما قالوا لم يعد في الصحابة، فإن صح ما قالوا لم يعد في الصحابة، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأنه حين لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلن الإسلام والاستجابة والقبول لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اكتفى
بقوله إن هذا القول لحسن. الخلاصة أن هذه من البدايات والمقدمات فيما يتعلق بأمر المدينة وقبول أهلها لمناصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة سويد بن الصامت، ثم يتبعها أيضا بقصة أخرى نظيرة ومقاربة لهذه القصة